أنادي الأخ الرئيس بأن يقدم مصلحة اليمن على مصلحتها الخاصة، وأعتقد أنه اليوم أضمن طريقة يمكن أن تنهي ما نحن فيه أن يتنحى الأخ الرئيس عن السلطة، وأن يسلم السلطة لنائبه اللواء عبد رب منصور هادي، وأن يتم العمل على إجراء انتخابات مبكرة رئاسية. وأنصح في هذه الحالة أحزاب اللقاء المشترك في مقدمة الإصلاح أن تعمل على أن يصل إلى السلطة رئيس من المناطق الجنوبية، لأن هذا سيكون له إسهام جيد في الحفاظ على مشاعر أبناء المحافظات الجنوبية وفي توثيق الوحدة. كما أدعو الأخ الرئيس على أن يوقف المخالفة الدستورية الحاصلة حاليا ضمن كثير من المخالفات، لكن هذه مخالفة واضحة ستعرضه للمساءلة بتهمة الخيانة العظمى، لأن عندما يقوم رئيس باختراق الدستور هو يمارس فعل يعرض للخيانة العظمى. هذه المخالفة هي تولية أبنائه وإخوانه مناصب الجيش والأمن، هذا يخالف صريح نصوص الدستور ويعرض للمساءلة، وعليه أن يبدأ من ذلك المبدأ. كما أؤكد حقيقة أن دعوتي لتنحيه ليست لشيء شخصي، ولكن من أجل اليمن الذي فقدت صعده في ظل سلطته، من أجل اليمن التي وحدتها مهددة في ظل سلطته، من أجل اليمن التي تسير بخطى سريعة في منحدر الفقر بفضل سلطته، من أجل اليمن التي تعيش في وسط نفق مظلم. نسأل الله أن يعين أبنائها للخروج من أصبحت كالحصى قيمه ومقدار، أصبحت كالحصى قيمه ومقدار، وانت للحرية حامي وهافز يا صاحبي، ماشي لك اعذار فز يا صاحبي، ماشي لك اعذار.
بهمه تقايسها بأمة، والأمم ما تعيش إلا بالأحرار، الأمم ما تعيش إلا بالأحرار. والتحرر يبقى موقف وكلمة سلمية سالمة من كل الأخطار، سلمية سالمة من كل الأخطار. التجمع عزم ما يوقف السير، الحياة واحدة والعمر مشوار، الحياة واحدة والعمر مشوار. واليمن حقها بنيه وتعمير، ما يعز الوطن إلا بالإعمار، ما يعز الوطن إلا بالإعمار. سلام انشوي من أجل الأزهار، يا سلام انشوي من أجل الأزهار. نم يا شعبنا كل القوى اليوم، واستعن بالشقيق والأخ والجار، واستعن بالشقيق والأخ والجار. نجتمع كلنا في صف منظوم، لأن شرط النجاح توزيع الأدوار، لأن شرط النجاح توزيع الأدوار.